انا رجعت لكم تاني، معلش التصوير قطع لان بيجيني اتصال فبيقطع التصوير. دلوقتي برضو هعمل شكل تاني. انا هعمل لكم اشكال، اسهل اشكال ممكن تتعمل بسرعه. دي انا مش هضفرها، انا ضفرت قبل كده ووريتكم الضفيره والارنب طلع اهو، شكله خلاص استوى وطلعته، وشكله سهل يعني ممكن مش محتاج صعوبه، يعني ممكن يتعمل بسهوله. وقوالب الكب كيك برضو دلوقتي انا هطلعها، بس نكمل الضفيرة دي. ممكن انا اضفرها، اعمل كده براحتي كده وكده واقفلها على كده، احط هنا بيضة وهنا بيضة، ممكن. وممكن شكل تاني اعمل ازاي كده، اقفل دي كده حلقة من هنا وحلقة تانية من هنا بالشكل ده كده، يعني ده السلسلة اهي. اقفلها كويس عشان ما تفتحش، يعني بقت سلسلة. وادخلها برضو في الصينية وبعدين احط البيض. ممكن البيضة لو حابين تحطوها في النص هتبقى شكلها حلو، وممكن هنا وممكن على الاطراف، وممكن ما تحطوش بيض براحتكم. انا هحط البيضة، احط البيضة هنا في النص، بس المنظر كده هيضيع. يعني نحط البيضة كده. البيض ده المفروض طبعا نحط بيضتين لونهم زي بعض، ناخدهم صفر. الالوان دي على فكرة طبيعية، مفيش فيها اي مشكلة. العجينة دي اتعملت بقالها ربع ساعة فخمرت، ارتاحت. دي شوية برضو هترتاح، بس هي العجينة كلها عندي أنا خمرة، لأنه دي على طول أنا بشتغل بسرعة. شفتوا خمرة جدا، يعني حتى الأندب ما قعدش، على طول اتعمل ودخل الفرن، مش محتاجة إنها تقعد بعد ما أشكلها إنها أقعد أريحها تاني، هي مرتاحة كفاية. أنا هكتب لكم الطريقة في صفحتي أطباق الأماني. دي بقى شكل مروحة أنا هعملها، بس هعملها في الصينية بالشكل ده كده. هنحط فيها بيضة واحدة بس. أنا البيض الملون عندي خلص، ممكن تتحط بالشكل ده. أكيد سهلة جدا المروحة دي. العجينة دي حلوة جدا وبتتاكل، ممكن هي لا مالحة ولا حلوة، يعني تنفع للاتنين. يعني ممكن أرش عليها سكر أو سمسم أو زعتر، وممكن لو عايزين تحشوها من جوه ممكن تتحشي. صفار البيض أنا بدهن، ما بدهنش ببياض البيض. كده اهو، دي خمرت جدا خلاص، مش عارفة يعني، مش عارفة نلحق. هرش بقى، ممكن أرش السكر، نحب نرش هنا السكر لو عايزين، أو هنا بحب أنا بفضل أرش هنا كده، بيدي لون جميل جدا. السكر ده بيتحرق فبيبقى شكله حلو. وهنا هرش زعتر، هنا زعتر، ده زعتر ورق ناشف. وبعدين ممكن أرش حبة البركة كده. الفطاير خلصت، فطاير شامي النسيم، هدخل دي الفرن على درجة تقريبا 190 أو 200، هي عايزة نار حامية. أنا ما شغلتش الشواية، هي حمرت على طول لأنه الصفار البيض بيحمر. ده الأرنب هناخده. أنا بدهن الصينية زيت،
ادي الارمل. وبعد كده قوالب الكب كيك طريقتها سهله بالشكل ده، ما بتلزقش لان في شويه قليل من الزيت انا برشه على الورقه. ده حجم اكبر، القالب ده حجمه كبير. العجينه دي خفيفه مش دسمه. هنزل لكم المقادير في صفحه اطباق الامان بالشكل ده. وادي البيض الملون ده مسلوق، بالشكل ده. لو حابين التقديم في طبق من البيض كده الصبغه نشفت. مفيش وقت طبعا اصور اللي في الفرن اهو كده، واقول لكم ايه كل سنه وانتم طيبين. وانا معوداكم في النهايه بقول لمسه بطبقي ولمسه بقلمي. وعشان الربيع هقول لكم رباعيه بسيطه انا كتبتها، هي رباعيه عشان الربيع. دخل الربيع مطبخي لبستله المريول، دخل الربيع مطبخي لبستله المريول، ولا يحلى الربيع بطعامته إلا البصل بالفول. أجمل طبق وطبخته باللحمة المفتول، اوعى الفسيخ وملوحته لا تحصل المقتول. وعجب. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل ربيع وانتم في سعادة وابتسامة. مع أماني، الأكل له طعم تاني.